السلام عليكم. ممكن تبطل أكل سكر وعيش وبرضه ما تخسش؟ هو الأكل الصحي مهم وكل حاجة، بس مش دايما التخسيس له علاقة بالأكل الصحي. في حاجة مهمة اسمها عجز السعرات الحرارية. طيب يعني إيه عجز السعرات الحرارية؟ يعني جسمك بيحرق سعرات أكتر من اللي بتدخله. مثال بسيط كده عشان نفهم. لو جسمك محتاج 2000 سعر حراري في اليوم وانت دخلت له بس 1500 سعر حراري، كده حضرتك عملت عجز في 500 سعر حراري. الجسم هنا بيبدأ يجيب الطاقة من الدهون المخزنة، وهنا بيبدأ التخسيس. زي ما قلت لك ان الاكل الصحي هو فعلا مهم، بس مش نوع الاكل هو مهم عشان يخسسك. كمية الأكل هي المهمة عشان تخسسك. الأكل الصحي مهم وكل حاجة، بس الأهم كمية الأكل عشان أقدر أخس. يعني ممكن أنت تاكل أكل دايت وما تخسش ليه؟ عشان السعرات الحرارية اللي موجودة في الأكل ده أعلى من احتياجك. يعني ممكن انت تاكل اكل عادي مش اكل صحي وتخس ليه؟ لان حضرتك عامل عجز في السعرات الحرارية. بس برضه هقولك ان الاكل الصحي مهم جدا، مهم جدا، عشان انت لو اعتمدت على الاكل الغير صحي في التخسيس وانك تنزل، ممكن ده يعمل لك مشاكل صحية. التخسيس يعني عجز سعرات مش حرمان. استنونا كل يوم جمعة الساعة 8 إن شاء الله، وفيديو جديد هيفيدكم.